عمرك اتزنقت في مرة واحتجت تبعت باسورد الواي فاي لحد وتفاجأت انك نسيه؟ ما تقلقش، في اقل من دقيقة هوريك اسهل طريقة تعرف بيها كلمة السر لأي شبكة جهازك متصل بيها، خطوة بخطوة وبطريقة مضمونة. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة يا جماعة هنسحب شريط الاعدادات لفوق. تمام، بعد كده هناجي على الشبكة. تمام، بعد كده هندوس على الشبكة اللي عايزين نعرف كلمة المرور بتاعتها. تمام، هناجي على كلمة مشاركة. تمام، احنا عندنا يا جماعة في تليفونات ريلمي سي 53 كلمة المرور بتظهر من تحت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انتوا في تليفونات مش هتظهر زي كده. هناخد مثلا الباركود ده هناخده لقط شاشة كده. تمام، بعد كده هنروح على برنامج دلوقتي يا جماعة، وهنفتح البرنامج ده يا جماعة. تابع الفيديو للآخر عشان هسيب لك اسم البرنامج في آخر الفيديو بإذن الله. بعد كده هناجي على كلمة مسح الصور. تمام، وناخد اللي أخدناه لقط شاشة. تمام، بعد كده هناجي على علامة صح اللي من فوق دي، وهيظهر معانا اسم الواي فاي. تمام، وكلمة السر هنا على طول. مثلا عايزين ننسخ كلمة السر هتدوس على نسخ. عايزين تنسخ مثلا اسم الشبكة هتدوس نسخ. بعد كده تلقائيا بإذن الله الشبكة هتشتغل. تعالوا كده نجرب يا جماعة، مثلا هننسخ كلمة المرور. تمام، تعالوا نجرب. ندوس على حذف الشبكة. تمام، بعد كده نجيبها تاني ونحط كلمة المرور هي وندوس اتصال كده. تمام، اهو يا جماعة كده تلقائيا على طول اتصلت معانا.